تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض شوية رز معمر، بجد هتدعيلي عليها بطريقة سهلة وبسيطة، واقولك على تريكات كده هتفرق معاكي جدا. اول حاجة احنا هنتبل الفراخ. انا هنا هعمل فراخ في الفرن. هجيب طماطمايه وبصلايه ومعلقة صغيرة كده من الملح، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ او بهارات الشوي اللي يعجبك، وفلفل اسود، ملح وفلفل وبهارات فراخ. وهحط حوالي ربع كوباية من الخل كده يمشوا معانا الخلاط او الكبة اللي انت عايز تعملي فيه بقى اعمليه. ونضرب الكلام ده حلو قوي. عندك فلفل رومي او فلفل سبايسي هيبقى جميل جدا، هيعلي التست، بس انا ما كانش عندي. خلاص، ضربت كده كل التتبيله كده في الخلاط. وبعدين طبعا احنا هنا غاسلين الفراخ حلوه قوي. عايز تعملي وراك، عايز تعملي فراخ كده براحتك. غسلها حلوه قوي وعامله لها محلول النقع ومصفينها. ضروري الخطوات دي عشان تاكلي فراخ كده طعمها حلو وتكون معاكي زيرو زفاره. اعملي اللي بقولك عليه. هنتبلها بقى حلوة قوي كده. بصوا، هي الفراخ ما كانتش كبيرة قوي فعشان كده ما عملتلهاش فتحات، لكن لو الفراخ معاكي كبيرة هتفتحيها كده بالسكينة وتحطي التتبيلة من جوه. انا هنا تبلتها كلها كده وسبتها من بالليل للصبح. خلاص، هنجيب بقى صينية. هي اقل حاجة تقعد في التتبيلة ساعتين. خدي بالك من التركات دي عشان بتفرق جدا في الطعم، عشان تكون الفراخ شربت من التتبيلة. الاحسن انك تعمليها من بالليل زي كده. خلاص، بس اقل حاجة ساعتين زي ما قلتلك. هننزل بقى بالفراخ كده في الصينية، مش هنحط في الصينية اي حاجة. وننزل ببقية التتبيلة كده ون... ونغطيها بورق فويل وندخلها الفرن. الفرن هنثبته على درجة حرارة 200 220، يعني مش اكتر من كده. ونقفلها بقى كده وندخلها نص ساعة، وهوريكم بعد النص ساعة هنعمل ايه. طبعا احنا مشغلين الفرن نستغله بقى نعمل شوية رز معمر. بجد هتدعيلي عليهم، بجد طعمه تحفة. خلاص، انا هنا هجيب الطاجن. عايزة بايركس، صينية، اي حاجة عايز تعملي فيها، مش شرط طاجن. هتدهنيه حلو قوي كده بمعلقة سمنة. انا هنا بصوا خدت يعني حتى المعلقة مش كاملة. وعملت 3 كوبايات من الرز. الكمية المناسبة بقى اللي انت بتحبيها اعمليها. انا هنا عملت 3 كوبايات من الرز، عليهم معلقة ملح صغيرة ممسوحة كده زي ما انت شايف. وهنقلب كده الرز حلو قوي. هنكون محضرين ايه؟ لبن جاموسي، ما ينفعش لبن متبستر. لبن جاموسي كده، وتكوني جايباه من حد كويس، ويكون لسه غلياه يعني لسه مغلي حالا. شايفين البخار؟ هنحط ايه؟ احنا حاطين 3 كوبايات من الرز. هننزل بتلات، نفس الكوبايه اللي عايرتي بيها الرز هي اللي بتعايري بيها الرز المعمر. 3 كوبايات من الرز، 3 كوبايات من اللبن السخن المغلي، واللبن يكون بقشتته كده وبخير. هننزل عليهم بايه؟ نص اللبن مية. انا هنا حطيت 3 كوبايات من اللبن، يبقى كوباية ونص من المية المغلية. كل حاجة تنزل على الرز سخن. إيه، خلوا بالكم محدش يستغنى عن المية، لان هو المية هي اللي بتسويه وبيطلع حلو معاكي. خلاص، حطيت كوباية ونص من المية كده. ودي قشطة وش اللبن انا محوشاها. عايزة بقى تحطي معلقتين 3 براحتك بقى. يعني القشطة دي مناسبة يعني القشطة دي مناسب ليكي. ممكن معلقة واحدة تستكفي بيها، براحتك بقى. هننضف بقى الطاجن حلو قوي كده. وهنشغل الشواية في الفرن. ركزوا بقى في الحتة دي عشان دي تسوية الرز المعمر اللي بصوا تاخدي تسوية 10/10. انا هنا هاخد الوش البسيط اللي انتوا شايفينه، وهروح مدخله بقى من تحت. هقفل الشوايه بعد ما اديته وش زي ما انت شفتوا. هروح قافله الشوايه واسيبه يكمل سوا. وهنا الفراخ برضو شلت الفويل بعد نص ساعه وسبتها تكمل سوا كده زي ما انت شايفين. الفراخ قعدت ايه؟ ساعه في الفرن. الرز المعمر قعد ساعه الا ربع. وخد وش بقى زي ما انتوا شفتوا كده في الاول. ودخلته بقى يكمل سوا. هو يعني ما تكتريش عليه في الوش، لان هو طول ما هو في الفرن هيكمل الوش بتاعه. بص، انا ما فتحتش الشواية تاني. انا بعد ما فتحت عليه اول 5 دقايق خد وش، قفلته خليته بقى يكمل سوا من تحت عادي. طلع معانا بقى زي ما انتوا شايفين كده. ليه بقى احنا بنشغل الشواية الاول؟ عشان تحميه، يعني بنعمل له زي كفر كده. الاول بنولع الشواية نحميه كده، نعمل له كفر، وبعدين نقفل الشواية ونسيبه بقى يكمل سواه. هيطلع معاكي بقى 10/10 زي ما انت شفتي كده. بجد هتدعيلي عليه. طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبك جدا. وهنا بقى اول ما الفراخ طلعت كده حطيت لها فحمية عشان تاكليها اكنك على الفحم.
وغطيتها 5 دقايق كده عقبال ما غرفت الرز المعمر، ودوقوا بقى بجد احلى فراخ مشوية وطبق رز معمر ممكن تاكليه في حياتك. بجد جربي الطريقة دي هتدعيلي عليها.